عندما كنت ذاهب لأقابل الحتة، وكان الموعد الساعة 6. ارتديت البنطلون ثم الجاكيتة، وسريعا ركبت البسكليتة وذهبت إلى المكان في نفس الحتة. عذرا حبيبتي، كنت عند الطبيب، ولو مش مصدقاني ادي الروشتة. كان عندك ايه يا خفيف؟ كان عندي عمر زغطة، لا اعرف لماذا احببتها، وقد كانت امامي بنات الحتة. وعندما ذهبنا لنتناول الغداء فقالت لي هات حتة. ألم تري الاكل كله سواء؟ فشر، ده انا نظري 6/6. الكلام على الاكل مثير، والاكل كان خطير، وانا من الفرحة هطير. ده الرغيف كان كبير. ثم نظرت لي في أرق، ووجهها يتصبب عرق، وكادت تموت فيه من الغرق، وقالت يا واد ايه اللي اخرك؟ سأكون معاك صريح، وأتكلم بلسان فصيح، ولا تظني من صراحتي إني رجل قبيح. لنا متيم بحبك ولا مجذوب من الدراويش، وإن كان قلبي حبك فانت في نظري ما تسويش، واعترافي ليكي بحبي كان لحظة طيش. وصرخت وقالت يا شويش، لازم تتجوزني وتدفع لي المهر، وكمان تجيب النيش. أتريدني أن أعذب طول الدهر وأعيش حياة الدراويش؟ يا لك من حية، لا يا ماما ما تلاقيش، وجوازتك دي ولا فرقة صعقة في الجيش. وفي هذه اللحظة حضر الشويش. امسكوا يا شويش، بس وحياتي عندك بشويش. سرق منك دهب، فلوس، ولا هدوم؟ قام فتشني ما لقاش معايا غير ربع جنيه مخروم. هس اظبط هنا، اعمل محضر، ده خرم العملة. يعمل محضر بس يا هبلة، هتوديني في داهية يا هبلة عشان حتة خرم. معلش يا بيه، المرة دي واوعدك اني هسد الخرم.